خليك معايا يا حبيبنا عشان اللي جاي مش بيتقال. في مصمم شاطر جدا وعنده بورتفوليو قوي لكن محدش بيتواصل معاه. العميل مش هيجيلك لو استنيته، وده اللي هنتعلمه النهارده، ازاي نجيب عميل. انا كريم محسوب، مصمم جرافيك، بوريك ازاي تعمل مشاريع حقيقيه وتبني سمعه قويه. كل اللي هنتكلم عنه النهارده عملي ومختصر، مفيش فيه اي كلام نظري. يلا بينا. المصمم ده خلينا نسميه كريم، اشتغل على نفسه سنه كامله وعمل بورتفوليو قوي وتعلم كمان ادوات جديده، لكن لما جه يسال نفسه فين المشاريع ما لقاش ولا مشروع. وفي يوم قرر يعمل حاجه مختلفه، عمل بروبوزال قصير وبعت رسائل بشكل احترافي لكل عميل. والنتيجه بقى ان في خلال اسبوعين بس قدر يعمل 3 مشاريع حقيقيه مش بس وهميه. واللي خلى كريم ينجح في كل ده مش البورتفوليو ولا الاداه، اللي خلى كريم ينجح في كل ده هي الطريقه. ويلا بينا اوريك الطريقه بشكل عملي. ولو عاوز تعرف الطريقه صح بشكل عملي كمل الفيديو للاخر، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان ما يفوتكش كل جديد. تعال ندخل دلوقتي بقى على الطريقه العمليه. هي اول حاجه انك محتاج تفتح فيسبوك وانستجرام كل يوم، تمام؟ محتاج تشترك في شويه جروبات كده على فيسبوك. افتح كده الجروبات عندك، هتلاقي فيه ناس كل يوم بتنزل السلام عليكم محتاج جرافيك ديزاينر، مش سوشيال ميديا ديزاين او ايا يكن الشغل اللي انت محتاجه ايه. بيبقى في ناس منزله كتير ان هم محتاجين جرافيك ديزاينر. خش على كل شخص مقدم على الشغل ده او عامل الشغل الهايرنج ده، ادخل عليه وابعت له رساله مباشره. الرساله دي انا هتلاقيني سايب لك الصيغه بتاعتها في الديسكربشن. هي رسالة بسيطة خالص وتقدر ان انت تعملها بشات جي بي تي او باي حاجة. اعرف حضرتك بنفسي، انا كريم محسوب، مصمم جرافيك، خبرة كذا، عندي كام سنة خبرة في مجال كذا كذا، وده ملف عمالي البورتفوليو بتاعك. لو عندك بورتفوليو او ما عندكش ممكن تسيب له اي حساب الانستجرام، وتسيب له كمان معاه الواتساب بتاعك او رقمك عشان يقدر يتواصل معاك بكل سهولة. هي دي يعني من اسرع واحسن الطرق اللي تقدر توصل بيها لعملاء. اي حاجه انت شغال عليها في خلال اليوم تقدر ان انت تصورها وتنزلها ستوري، وده بيزود عندك المصداقيه اكتر والناس تعرف انك شغال اصلا. انا لو ما عنديش شغل خالص انا ممكن اعمل شغل وهمي برضه في نفس الوقت، انزله برضه ستوري واكتب عليه اي حاجه عشان الناس بس تعرف ان انا اكتب. طول ما انت متشاف طول ما انت هيجيلك شغل وهيجيلك عملاء. طيب حاجه كمان هي برضو من الحاجات الكويسة، انك اي عميل محتمل تقدر ان انت تعلق. يعني مثلا ده صباح الخير، استاذنكم محتاج اعمل كتيب تعريف للشركه شامل النص باللغه الانجليزيه يوضح خدمات الشركه وعملائها وتاريخها. ده تقريبا من العملاء المحتملين. انت تقدر ان انت تعلق له تعليق احترافي هنا، ويسيبك من انك تحط اللينك بس. ممكن تعمل له تعليق احترافي، انا فلان اقدر اعمل لك كذا وبكل سهوله وانا اشتغلت على ده قبل كده وعندي خبره في ده. تقدر ان انت تعمل له تعليق احترافي. نفس الكلام برضو على الانستجرام. لو حد يعني انت مثلا بتقلب كده فعندك ناس كتير انت بتابعهم، خش على اي حد يكون عنده عميل محتمل، مثلا هنا او اي حد حرفيا خش عليه، هات من عنده اي حد في الكومنت مثلا من هنا كده مثلا، وادخل عليه ابعت له رساله او تريتش مسج نفس نوعية الرسالة اللي احنا عملناها دلوقتي. برضو اعرف حضرتك بنفسي انا فلان الفلاني واقدر اعمل لحضرتك كذا وكذا وكذا وكذا. تمام؟ ده راجل عنده اكاديمية فبتقدر ان انت تبعت له، واكيد ممكن في اغلب الاحوال هيبقى محتاج شغل وهيبقى محتاج مصمم. كلام جميل. اخر حاجة وهي الهايرنج اللي بتشوفه قدامك، بيكون محتاج ايميل تبعت له على الايميل ايا يكن بقى الوظيفة بتكون فين. يعني مثلا هنا ده مفيش ايميل. في بعض الوظائف اللي بتكون نازل فيها هايرنج زي مثلا على لينكد ان بيكون الهايرنج محتاج ايميل تبعت له على الايميل. دي برضو صيغه ايميل بسيطه خالص كلها بالعربي مش بالانجليزي. برضو تقدر تعملها بشات جي بي تي بكل بساطه، انك بس بتكتب السبجكت بتاعك هو ايه بالظبط واسمك كذا والتواصل بخصوص كذا. انا جرافيك ديزاينر، الوظيفه اللي حضرتك عامل عليها هايرنج او كذا او كذا، و بنفس الصيغه كده بالظبط.
تبعتها له ايا يكن بقى الرد، مفيش رد او في رد، ان شاء الله ان شاء الله بالطريقه دي في خلال فتره بسيطه قوي، خلال فتره بسيطه تقدر تجيب عمله. طبق الخطوات دي قبل اي حاجه، وبكره قول لي النتيجه، وصدقني صدقني هتندهش. والفيديو الجاي هنتكلم فيه ازاي تكون محترف قدام العميل من غير ما تغير في طريقه شغلك. سلام.